في مدينة برمنغهام البريطانية، في كلية عريقة تسمى كلية برمنغهام للعلوم الإنسانية، والذي يترأسها مجموعة من أهل الفضل والخير والعلم، على رأسهم الدكتور سعيد القاضي، وكذلك الدكتور محمد السعيدي، والدكتور أيضا محمد سعد، وغيرهم من أهل الفضل والخير قائمين على هذا العمل المبارك. هذه الدورة كانت بتاريخ تقريبا في اليوم الأول والثاني والثالث من شهر إبريل لعام 2026 هذا العام، والدورة الثانية كانت في شهر 6 الموافق للسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين. فمجموع الأيام التي حدث فيها السماع لهذا الكتاب العظيم الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى 8 أيام. المحدثون المسمعون لهذا المجلس كانوا على رأسهم فضيلة الشيخ إمداد الرحمن، فضيلة الشيخ عامر، وكذلك فضيلة شيخنا الشيخ محمد سعد التكلة، المحدث المحقق المعروف المشهور بمجالس السماع. استمتعنا خلال 8 أيام بسماع صحيح البخاري 7568 حديثا مع المكرر طبعا، ومررنا على جميع أبواب الفقه وأبواب العقيدة وأبواب الاعتصام والمجاميع، جميع ما يعني يعتمد في كتب المجاميع استمعنا إليه. والحقيقة وقفنا على أحاديث كنا نظنها في مظان الضعيف فإذا بها في مظان الصحيح. لذلك أحببت أن أزف لكم هذه البشرى. وحصلنا أيضا أثناء التسميع وأثناء السماع حصلنا على مجموعة كبيرة من الإجازات لأهل العلم والفضل عبر الاتصال الهاتفي وعبر الحضور، ومنهم فضيلة الشيخ المفتي لمنطقة برمنغهام، وكذلك الدكتور صهيب رئيس مجلس كما يظهر إليكم في الشاشة. الشاشة الثانية فيها أسماء المشايخ الذين هم حقيقة حضروا معنا أيضا وأفادونا جزاهم الله خيرا. هكذا هذه الشاشة التي أمامكم توضح يعني مجلس سماع صحيح البخاري، وهناك أيضا شاشة أخرى فيها أسماء عدنا إليكم بعد هذا الخلل الفني. قلت لكم المشايخ الذين يعني أكرمنا الله بالسماع منهم أو بالإجازة منهم: فضيلة الشيخ المعمر إمداد الحسن النعمان، وكان أكبرنا سنا، وفضيلة الشيخ الدكتور صهيب حسن عبد الغفار، وهو المعروف برئيس مجلس الأوروبي للإفتاء، وفضيلة الشيخ المفتي شبير أحمد المظاهري، وهو من أحد العلماء الكبار، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن عامر أيضا المسند،
وفضيلة الشيخ المحقق السادس فضيلة الشيخ المحقق محمد زياد التكلة. الحقيقة عشنا زمنا طيبا خلال 8 أيام في فترتين، فترة شهر إبريل، فترة شهر السادس، وكان السماع رائع جدا. صحيح القراءة سريعة، وكان حقيقة في الدقيقة الواحدة ربما استمعنا إلى صفحتين أو 3. وفي البداية كنا نشعر بصعوبة للمتابعة والتدقيق والفهم، لكن سبحان الله، سبحان من بارك في هذا السماع، فأصبح يعني آذاننا تستصيغه وعقولنا تقبله وقلوبنا تستحضره، فأصبحنا الحمد لله يعني نستمتع بهذه القراءة السريعة، واكتسبنا شيئا من المهارة. كان الجو ممتع جدا 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 فوق ما تتخيلون. نبدأ من الساعة 8 صباحا وننتهي الساعة 11 ليلا، ولا نعطى إجازة إلا من 2 إلى 2.5 ساعة فقط للراحة في فترة الغداء والراحة، ثم نواصل. عدد الحضور كان يتراوح من 200 إلى 250. حضر مجموعة من طلبة العلم وطالبات العلم، يعني قد يتجاوز إلى 300 إذا أضفنا طالبات العلم. كان العدد بهذا الحدود. الحضور كان من لندن ومن مدن أخرى مجاورة، ومن تركيا ومن المملكة العربية السعودية ودول أخرى، يعني كان خليط من هذه الدول. وأنت تتعجب في بلاد غير بلاد إسلامية أن يقام فيها مثل هذا العمل الكبير. حقيقة إنها هي معجزة وآية من آيات الله، آية من آيات الله تبارك وتعالى. مشاهدي الأكارم، لا يخفى على شريف علمكم مكانة الجامع الصحيح لصحيح البخاري، وكلما هذا الكتاب هوجم من قبل المنافقين والمجرمين سخر الله له من يدافع عنه، من ينشر عنهم، من يدافع عنه، من ينشره، ومن يعني يقوم بواجبه تجاه هذا الكتاب. في هذه الفترة منذ 2 أو 3 أصبحنا نسمع مجالس سماع صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح سنن أبي داود، وفازت بذلك تقريبا تركيا، حيث هناك عدة مجالس أقيمت. وهذا أعتقد حسب علمي لأول مرة يقام في بريطانيا، في المملكة المتحدة بريطانيا لأول مرة يقام حسب علمي، والله تعالى أعلم. وهناك مجالس لا شك في ذلك في بلاد الهند وبلاد باكستان. وسبحان الله، اختار الله عز وجل هؤلاء الناس الذين حقيقة شرفهم الله بسماع وحفظ صحيح البخاري السنة النبوية بجميع كتبها، خصوصا علماء الهند وعلماء باكستان، حينما غفلت الأمة الإسلامية العربية عن مثل هذا العمل المبارك قيض الله سبحانه وتعالى أناس آخرين. وأنت تتأمل في قوله تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فهذا الدين محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. إن قصرت أمة هدى الله عز وجل أمة أخرى بالقيام بالواجب، وهكذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والجدير بالذكر أننا أثناء الاستماع لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، إحدى الأخوات غفت غفوة في كتاب الحج في أبواب قيام الليل، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فرسا وفي يده عصا ولحيته سوداء يمتطي فرسا صلى الله عليه وسلم، فأيقظها وقال لها: تابعي هذا الحديث. وكان الحديث عن قيام الليل في كتاب الحج. فكانت هذه بشرى للجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا المجلس أيضا في المنام. والبشرى والمنامات الصادقة هي بشرى يعني يبشر بها المؤمن، لا يعني يبنى عليها أي حكم من الأحكام، ولكن يبشر بها المؤمن. فالرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، كما يخفى على شريف علمكم. الحقيقة أريد أن تطلعوا على يعني نبذة من المجلس الأول الذي كان في شهر إبريل. أترككم مع الفيديو.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، به قام ميزان دين الرسول ودانا به العجم بعد العجم. في بعض التعليقات تجد بعض الاختلاف اليسير، هذه نص العلماء بأن هذه الاختلافات يسيرة تجبر بالإجازة. لما خط إلا بماء الذهب، به قام ميزان دين الرسول ودانا به العجم بعد العرب. فيا علما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت وفزت على زعمهم بالقصب. قال عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعض المتأخرين يقول: يرحمكم من في السماء، كوجه في الرفع وجه لغوي في رواية الحديث، وإلا الحديث رواية ودراية هو بالجزم. أقام الأحبة مجالس علم بحب ورغبة، تداعوا إليها شبابا وشيبا، لدرس البخاري الإمام المتين، لدرس البخاري الإمام المتين. هلموا لنجني الثمار، بمجلس علم نشيد الفخار، ونكسي الوجوه هدى ونضارا، بآي الكتاب وقول الأمين. صحيح البخاري كتاب جليل، والعيش معه يروي الغليل. هكذا كان المجلس الأول في شهر إبريل لمدة 4 أيام، وكما قلت لكم كان هناك تسابق حقيقة لسماع مثل هذا المجلس، وكان هناك إرهاق كبير أيضا، لأنك تجلس ساعات طويلة جدا لا تقل عن 16 ساعة وأنت تستمع لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هناك أيضا متعة حقيقة يعني لا تعقبها أو لا تماثلها متعة أخرى. لا شك أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا تستشعر به في مثل هذه المجالس. هذه المجالس أحيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعت من مكانته عليه الصلاة والسلام، وذكرت الناس بهدي نبينا المكرم عليه الصلاة والسلام، ففيها الخير والنفع الكبير. بعض الناس يقول: يا أخي ما الذي سنستفيده من السرد السريع؟ تستفيد لأهل العلم المراجعة، أنك تراجع أبواب العلم كاملة من أولها إلى آخرها، ولم يفت الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلا النزل القليل. فلذلك يعني جعل الله لكتابه القبول عبر الأمة الإسلامية قاطبة في كل أنحاء العالم. فلما يقرأ العالم هذا الكتاب في مجلس سماع في 8 أيام مع انشغالات الناس، اليوم أنت لا تستطيع أن يعني تعطي وقتك لقراءة صحيح البخاري كاملا أو صحيح مسلم أو أي كتاب من الكتب، لكن حينما تربط نفسك 8 أيام أو 10 أيام لسماع مثل هذه الأحاديث فإنك تنجز إنجازا عظيما. هذا أمر. الأمر الآخر يعني لطالب العلم أيضا يفيده كيف أن الناس جمعت هذه الأحاديث وتعبت في جمعها ورحلت وذهبت وأتت، فإنه حينما يستمع إلى 7568 كيف استطاعوا أن يحفظوا هذه السنة العظيمة والأحاديث الجليلة الكبيرة وكلها صحيحة ثابتة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حقيقة يقوي الإيمان. الأمر الثالث أنك أيضا تتشرف بأن تندرج ضمن سلسلة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبدأ السلسلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتهي إليك. فهذا الشرف العظيم الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الصحابة الكرام وفيه الأئمة العظام كالإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك، وفيه الأئمة العظام شعبة ويحيى بن معين والإمام المديني
وغيرهم إلى أن تصل إلى الإمام البخاري. ثم أيضا أنت تمر كذلك في سلسلة رائعة فيها الإمام الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني والأئمة الكبار إلى أن تصل إلى مشايخنا الذين استمعنا إليهم، حفظ الله هذا الدين. ولذلك قال عبد الله بن المبارك يعني الإسناد من الدين، ولولا الإسناد قال في الدين من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد قال في الدين من شاء ما شاء. ولذلك هذا الإسناد من الدين أبقاه الله سبحانه وتعالى. بدأت اليوم الأمة تستيقظ وتستفيق وتنشر مثل هذه المجالس المباركة الطيبة. بعض المشايخ أيضا تحصل أنت في مثل هذه المجالس من الإسناد بحديث الأولية الذي هو يعني رواه الأئمة، كل واحد منهم يقول سمعت أول حديث سمعته من شيخه هو حديث بالأولية، والحديث هذا بالأولية إلى الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، إلى الإمام سفيان الثوري سمعه من شيخه لأول مرة، وهو يسرده إلى أن يصل إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث سمعناه من مجموعة كبيرة من أهل العلم والفضل إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المجلس الثاني كان بتاريخ شهر الفائت في 4 أيام، ابتداء من اليوم 26 وانتهاء إلى اليوم 29، ثم حصل بعد ذلك حفلا ختاميا حضره مجموعة من أهل العلم والفضل. جمعنا الله وإياكم في مجالس الخير والنفع. أترككم الآن مع الفيديو الثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قلت عليكم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الله بن دينار بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قوله سعيد إلى حكمه. باب المصافحة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. وقال بعض مالك: دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليه طلحة بن عبيد الله يهلل فصاح. هذا جزء من مجلس السماع، هكذا كانوا يسردون الأحاديث. نستمع إليه مرة أخرى. أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قوله سعيد إلى حكمه. باب المصافحة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. وقال بعض مالك: دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليه طلحة بن عبيد الله. أعطينا أيضا المقطع الآخر الذي فيه قراءة الشيخ شبير. فقلت: يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قلت عليكم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الله بن دينار بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهلنا سنة المختار عمرا وأسقينا الهدى عذبا وجاري وعشنا في السماع مسؤولية. لا ينبغي للطالب أو المسلم أن يقول سمعنا كتاب البخاري ويفتخر بذلك، لا، بل ينبغي أن يرى الناس أثر هذا السماع في أخلاقه وفي سلوكه. ذلك في ظلام. فلما أراد أحد القراء يقرأ بدأ يلحن، فأنزله القاضي وقالوا لابن طولون: اصعد أنت واقرأ. فهذا الذي يقرأ بهذه السرعة هو نفسه معروف عند أهل البلد أنه مجود. فإذا القراءة لها ركنان: أن تكون سريعة مجودة. علم الحديث من فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصابوا ولكن إبراهيم خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم. ولم يهتم في طول المسار. هو البخاري صان الوحي من دخل ومن شذوذات ضلال وفجار. هو البخاري الذي في الناس حجتهم في الشرق والغرب في حل وأسفار. بالذكر لما سما عزه فوق نجم السماء، فكل جليل به
اجتلب. رحمة المولى تعالى أجزته إجازة خاصة عامة. وننتقل بين أبواب الصحيح فكأننا نصحب النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته وأخلاقه ومعاملاته ووصاياه التي امتلأت القلوب محبة له وتعظيما لسنته. من الثمار من الأعماق نبعثها معطرة تناجيكم، رأيناكم فأعجبنا بكل سجية فيكم، نرى فيكم لنا أملا ولا زلنا نحييكم. مجلس روحاني عطيرة، إحياء منور. نهلنا سنة المختار عمرا وأسقينا الهدى عذبا وجاري. هكذا مشاهدي الأكارم استمعنا إلى صحيح البخاري، أحاديث الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى من أوله إلى آخره. كانت عدد الأحاديث 7568 حديثا في 8 أيام في حوالي 16 ساعة يوميا مع حضور أهل الفضل والعلم. وحصلنا أيضا على مجموعة من الأسانيد باستماع أبواب الكتب، أحاديث الكتب. أول كتاب أو حديث الحديث الأول من صحيح البخاري. مجموعة من أهل العلم والفضل أجازونا وأجازوا أبناءنا وزوجاتنا أن نجيز أيضا أبناءنا وزوجاتنا، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وبهذه المناسبة أنا أيضا بما سمعته من مشايخي وأساتذتي أجيز كل من سمعني في هذا المقام حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو يرحمكم من في السماء، بالضم أو بالسكون. أجيز كل من سمعني في هذا المقام هذا السند الذي سمعته أيضا من مشايخي وأساتذتي. أسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم للسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يجمعنا به على حوضه سبحانه وتعالى، على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مؤمنين ثابتين على طاعة ربنا وعلى منهج نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حتى ألقاكم في مجلس آخر لسماع مجلس سماع صحيح مسلم قريبا إن شاء الله، والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على نهج الرسول لنا مسير، وعند الله للساعي مصير. شغلنا عن طريقك يا حبيب.